صباح الخير متابعي جريدة سفير. في هذا الفيديو الحصري اللي كان نصوروه من مباشرة من دوار المراغشة التابع نفوذيا لجماعة المباركيين بإقليم برشيد. معنا الأخ إبراهيم رزق الله اللي كان تعرض لواحد الهجوم على المسكن ديالو يوم الخميس 23 يوم 27 اللي بالخميس، من طرف واحد الشخص اللي جا هجم لي على الدار ديالو وفي الغير ديالو وبغى يتعدى لي على الزوجه ديالو، وهما من نهار الخميس هما خارجين من الدار ديالهم حتى اليوم من هذا الصباح هذا عاد باش جاو الناس ديال الدرك الملكي التابعين للمركز الترابي بالدروه، اللي صراحه من هذا الباب كنشكرهم. وكذلك الشكر موصول للسيد وكيل الملك لدى المحكمه الابتدائيه ببرشيد وقائد سريه برشيد وقائد المركز الترابي والدركيين اللي خدموا يعني هذه القضيه. تفضل السي ابراهيم. المشكل اللي عندي انا كان مشكل انني كنعيش مع الحاج محفوظ هذه 8 سنين. 8 سنين وانا كنخدم معاه، كنكربل ليه، نحرث ليه، نزرع ليه كل شيء. هذا السيد خرج من الحبس جاني جا قال لا خرج من الدار باي علاقه، حتى بواك ما تاش من هنا، بواك سعيد يماني من دوار جيت الجقبه تما عندك تمك باقا حيه والحاج محفوظ باقي حي. والحاج محفوظ انا خدام معاه، هو اللي دخلني وبقيت معاه هنا، خدمت معاه شويه، جوجني ببنته شويه، ملي جوجني ببنته قال لي سكن في الدار هي بقات مسؤوله يعلك. صافي وهادو باش جا عندي هذا السعيد باليمن. والمشكل ديالي كنعيش مع الحاج محفوظ من 8 سنوات وكنخدم معاه واحد العام ونص، تزوج بنته سكنني معاه في الدار، وليد عنده 4 شهور ونص دابا. واخا هذا الباب هو اللي دخل ليه؟ هذا الباب هو اللي دخل منه، هرس لينا الباب وهرس كل شيء ودخل علينا، كان بغا يقتلنا يذبحنا، كان حقرنا صافي بغا يقتلنا. هذا هو اللي هذاك هو الباب اللي هرسو. واخا اجي معايا هنايا كمل ليا. نهار الخميس اللي فات كنتفاجئوا بواحد الشخص اللي يلا خرج من الحبس كيهجم عليا انا ومرتي، جا بغى ياخذ مني مرتي، صحه بانه زعما انا راه دوزت الحبس وكيعتنى بخوالو. واخا هاد مرتك هادي اشنو كتجي هو بالنسبه؟ كتجي خالته من المحارم. خالته؟ خالته من المحارم. وسبق تعدى عليها؟ وتعدى عليها ودار الذهب، وسباب بنت قدور فاتحه امها ماتت بسببه، هو شد لها الذهب ودار لها كل شيء. من تاريخ كان باش تعدى على هاد السيده الزوجه ديالك نتايا اللي هي خالته؟ اللي هي خالته 2021 دوز بها الحبس ملي خرج، يلا خرج نهار الحد نهار 23 في شهر 11. جا عندكم جا عندنا نيشان. جا عندنا نيشان صافي، شاور يلوح لينا الحوايج، خرج ويعرف الرب يعرف كل شيء. وها الشكايه ديالو، ها الشكايه ديالو بان الشكايه ديالو عند السيد وكيل الملك. انا ونسيبي ياسين تا هو دار الشكايه. كمل. ايوا في الغياب ديالي توجهت نهار 28 مشيت عند مركز دروه، عند لابريكاد جوندارم، توجه دار ومحكمه ديال برشيد، وكان درت شكايه في الموضوع ومشيت عند الجدرميه ديال الدروه. من هذا المنبر كنشكرهم كاملين، وكنشكر السيد الوكيل المحترم، وكنشكر قائد السريه الدرك الملكي ببرشيد، ولا جودان ديال الدروه ولا جودان ديال الدروه اللي سمعوا لينا انا ومرتي. وهذا الصباح رجعوني وخرجوا هذاك المجرم بداو. يعني رجعتوا لداركم؟ رجعنا لدارنا دابا الحمد لله. واخا السي ابراهيم دابا باش كتحس اليوم ان يعني السيبان انا ما تنعس في خاطري، السلطات القضائيه والامنيه وقفوا معاك ورجعتي لدارك انت والزوجه ديالك وولدك اللي عنده 4 شهور اللي عنده 4 شهور ونص، وانت السيم وانت خارج من داركم من دارك، اشنو كيف حسيتي اليوم؟ اليوم عشت الحمد لله، الله يرحم والديهم والله يجعل ربي يعطيهم الصحه ديالهم. وهذا الصباح رجعوني لي بعد ما بشروا في الشخص اللي كان هجم عليا وهو مجرم، يلاه خرج من الحبس داوه. وفي الاخير كنشكر المراسل الصحفي ديال جريده السفير 24 على مساعدته لينا.